السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنعرف طريقة عمل اللحمة في الأفراح، وكمان هناخد فكرة كده عن الفتة ولسان العصفور، معلومات سريعة كده هتفيدكم ان شاء الله. ومعانا النهاردة الشيف أنس والشيف أشرف والشيف إسلام والشيف إسماعيل، مجموعة من شيفات مصر اللي منورينا ومشرفينا النهاردة. هسيب لكم الكارت بتاعهم على الشاشة هنا، اللي حابب يتواصل معاهم بقى في أي فرح في أي مناسبة بيعملوا كميات كبيرة في وقت قياسي يعني. لك ألا تتصوري بقى ان ممكن يعملوا لك 20 عجل في يومين عادي. ندخل بقى في موضوعنا. هنا كانوا دابحين عجلين ما شاء الله، وكمان نعجة علشان الكفتة. تمام. اول حاجة بيعملوها كده في اللحمة ان هي ما بتتغسلش خالص. بصوا بقى الطباخين او كل الناس اللي هي بتعمل لحمة مش بتغسلها، مش هقول لك كل الناس، اغلب الناس. وبيقول لك الصح ان هي ما تتغسلش. تمام. هي بتكون يعني منضفينها كويس، ويعني ما بتكونش لامسه الارض ولا تراب ولا اي حاجه، بتكون نظيفه. بيجيبوا بقى الحلل بتاعتهم الكبيره وبيبنوها ميه، بيحطوها على النار، وبعد كده بيشيلوا اللحمه يحطوها فيها. تمام. ما بيحطوش اي حاجه غير لما الميه تغلي، ويشيلوا الريم اللي هو طالع من اللحمه. بعد ما الميه تغلي ويطلع الريم ويشيلوا الريم من عليه، بيبتدوا بقى ان هم يحطوا التوابل بتاعتهم. بيحطوا التوابل عباره عن ايه؟ فلفل اسود والسبع بهارات وعيدان قرفه وكمان حبهان وورق لورا. ما تحطيش اكتر من كده للحمه. والخلطه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي عباره عن طماطم وبصل وفلفل، كمان بيحطوها على اللحمه. لو كمان في جزر حطي، وكفايه كده، ما تحطيش ازيد من كده للحمه. سيبها بقى تستوي، ما تحطيش ملح خالص. ما بيحطوش الملح طبعا غير الاخر علشان تستوي اللحمه معاهم بسرعه. اخر ربع ساعه كده تبتدي تحط الملح بتاعك وتسيبيه كده ايه، ربع ساعه ياخد ويدي كده عشان اللحمه يكون طعمها كويس. منين حضرتك؟ الزاوية. الزاوية، كفر الشيخ. ربنا يصلح حالكم يا رب. على ما اللحمه تستوي كانوا هنا بيعملوا الفته بتاعتهم. والفته عباره عن عيش بقى اللي هو العيش متوفر عندك، يعني ده عيش الطابونه عادي. تمام. بيقطعوه كده زي ما انتم شايفين كده، مثلثات او مربعات زي ما انتم شايفين كده بالظبط قدامكم. تمام. وبعد كده بياخدوا بقى العيش ده ويحمروه. ده اللسان اهوت، هيقطعوه ويحطوه على لحمه الراس. واللي في التشوط ده واللحمه اللي قدامهم دي بيفرموها علشان هيعملوها كفته. دي لحمه النعجه بتتفرم وتتعمل كفته، بيحط عليها كده جزء من الليه بتاعه النعجه. تمام. وتتعمل كفته. واللي انتوا شايفينه بقى قدامكم ده بقى لحمه الراس. بيعملوها ازاي؟ هنا بقى بيشوحوها كويس جدا. حط عليها نفس التوابل اللي قلت لكم عليها بتاعه اللحمه. تمام. وبيحطوا بقى هنا صلصه. تمام. هنا بيحطوا صلصه، ما بيحطوش اللي هي الخلطه الطماطم والبصل كده اللي انتوا شايفينها، لا هنا بيحطوا بصل وصلصه. تمام. وبيسيبوها بقى تستوي زي ما انتوا شايفين كده على النار هاديه، بيطلع طعمها جميل جدا. طبعا لما اللحمه بتاعتها تستوي هقول لكم دلوقتي هنعملوا فيها ايه. هنجيبها دلوقتي في الاخر وهنقول لكم هنكملها ازاي. تمام. زي ما انتوا شايفين كده، في هنا اللهم صل على سيدنا محمد طماطم حاطينها على النار بتغلي. هيعملوا بيها ايه بقى؟ هيعملوا بيها الكرشه. تمام. ان شاء الله باذن الله نجيبها لكم في فيديو تاني برضو. هنا بقى بيحمروا لسان العصفور. بيحمروه ازاي او بيحمروه بايه؟ هنا مش بيحمروه بزيت زي ما احنا هنا في البيت مثلا بتحمروه بزيت، لا هنا بيحمروه بسمنه، بس سمنه كده صافيه. تمام. بيفضلوا يحمروه لغايه لما ياخد اللون الذهبي الجميل. تمام. وبعد كده بيصفوا منه السمنة الزيادة. وبيقولك هنا مش شرط انك تعملي مثلا لسان العصفور يعني تسيبيه يبرد ماشي وبعد كده تسويه، لا عادي ممكن تعمليه هو سخن. صفيه بس من السمنة وسويه اهم عادي. حاجة يكون لسان العصفور بتاعنا نوعه كويس علشان الحباية كده تطول وتنفش معاكي وتبقى طعمها حلو وتبقى كده ايه جميل. بتحمروا وتسيبوا يبرد، بتحمروا وتسيبوا يبرد خالص، وبعد كده بقى تحط عليه ايه؟ مش لازم يبرد. مش لازم. انا صفي بس السمنه خالص منه على المصفى الاول، بعد كده بنزله في التلاجة واحط البهارات بتاعته، وبحط له بقى الشوربه بتاعته. البهارات اللي هي بقى ايه؟ قرفه مثلا وفلفل اسود ولورا. لا لورا لا يفرق. قرفه وفلفل اسود. فلفل اسمر. سمعتوا مدى الإزعاج اللي في الفيديو؟ الصوت الأصلي بصراحة فيه وش فظيع يعني. فأنا يعني كاتماه وبتكلم أنا بصوتي ليه؟ علشان
اللهم صل على سيدنا محمد، اللي هو صوت المكنه بتاعه الفرن عامله وش فظيع والصوت مش باين. فانا حبيت بس ان انا ايه اجيب لكم جزء كده عشان تشوفوا ان ما كانش ينفع اصلا ان انا اسيب لكم صوت الاصلي بتاع الفيديو. ادي اللحمه اهيت. اللهم صل على سيدنا محمد. بتبقى قطع كبيره زي ما انتم شايفين، قطع كبيره كده. هم بعد كده بقى بيقطعوها لوجبات. طيب ما قلتلكوش نوع لسان العصفور اللي هما مستعملينه، كانوا مستعملين نوع رانسي. تمام، بيقولوا نوع اللي هو اسمه رانسي ده كويس جدا بالنسبه لهم. وطبعا كل طباخ وليه نوع بيشتغل بيه عادي، يعني في انواع كتير في السوق كويسه برضو غير الرانسي. اه طبعا. الشيف اشرف ابو اسماعيل واخواته من الزاوي له افراح بقى كبيره ما شاء الله. يعني مثلا لو حد بيذبح كلكم عيله واحده مع بعض، كلكم عيله واحده اخوات. اخوات ولاد عم صنايعيه غريبه كده. لا بصراحه بيشكروا فيكم ما شاء الله. وهنشوف برضو الاكل. هنا بقى اللحمه كانت استوت وبيبتدوا بقى يقطعوها ويعملوها وجبات. وزي ما انتم شايفين قطعوا بقى اللي هي القطع الكبيره بتاعه اللحمه، قطعوها لشرايح زي ما انتم شايفين كده. تمام، في ناس بتقطع وفي اللي بيقطع اللي هو الورق، وفي اللي اللهم صل على محمد بيجهز كده بيحط الوجبات، وفي اللي بيحط التتبيله. يعني كل واحد كده بيعمل حاجه وعلى السريع ما شاء الله. يعني لو كميه كبيره بيجيزوها كده في وقت قياسي. تمام كده، بيحطوا مثلا شريحتين ومعاهم كمان واحده من الكفته دي على فكره عاملينها في الفرن. الكفته اللي هي عاملينها بقى على الفحم بيعملوها ساعه الاكل يعني. والصفر كده شغاله بيطلعوا الكفته من على الفحم سخنه وبيحطوها كده اللهم صل على محمد على السفره على طول كده من غير وجبات. يعني بيحطها كده مثلا مع بطاطس شيبس او حاجه، ويحطها كده اطباق في على السفره. تمام، غير الوجبات يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. بيحطوا بقى على اللحمه هنا، هم بيحطوها في الاطباق بتاعه الوجبات دي، بيحطوا عليها شويه كده من البهارات وشويه من الفلفل الاسود ورشه من الملح. تمام، بيكون خلطه كده عاملينها في طبق. تمام، وياخدوا منها كده ويرشوا على اللحمه. دي التتبيله بقى بتاعه اللحمه. طبعا في انواع كتير لتتبيلات اللحمه، يعني في ناس بتحطها في صاج ترصها في صاج بعد ما بتقطعها، وبتحط عليها بقى صلصه وحاجات وبهارات وبصل وما اعرفش ايه. فكل واحد يعني وطريقته. تمام، هنا بيعملوا برضو الحاجات دي كلها، بس في الفرع عندنا هو اكتفوا ان هم يعملوا كده بس، لان ما شاء الله يعني الوجبات كتير كتير جدا يعني. فما كانش ينفع ان هم يعملوها بالطريقه التانية دي، فهم عملوها كده. تمام، وهيحطوها بقى في الفرن. تمام، تاخد وتدي كده مع شويه البهارات اللي هم حطوها، بيبقى طعمها جميل جدا. يعني مش شرط ان هم يحطوها في صاج ويحطوا عليها الخلطة اللي بقولكوا عليها علشان يكون طعمها حلو، لا كده برضو كان طعمها كويس جدا. بيسيبوها بس كده ايه بيحطوها على حمام مية. تمام، يعني كمان مش شرط الفرن، يعني الكمية الكبيرة دي كلها اصلا مش هتدخل الفرن. في ناس يعني لو كمية بسيطة بيدخلها الفرن. فهنا بقى حطوها على اللهم صل على محمد حمام مية كده على عيون البوتاجاز. تمام، بحيث بقى ان هي تاخد وتدي كده مع البهارات وتسخن ويبقى طعمها حلو. يعني يشيلوها كده سخنة على طول على السفرة. طبعا الكلام ده كله قبل الفرح بيوم، يعني هم ذبحوا عملوا الحلويات وجهزوا اللحمة وجهزوا كل حاجة قبل الفرح بيوم. تمام، الوجبات كده هتفضل لتاني يوم، وبعد كده هيسخنوها واللهم صل على محمد يقدموها على السفرة. طيب في اليوم اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو يوم الحنة بنعمل فيه ايه؟ بنعمل الفتة العيش حمروه. تمام، بيعملوا رز لسان رز بسمتي ابيض، بيحطوا رز بسمتي على العيش المتحمر، وبيحطوا بقى فوقيه كرشة لحمة راس كوارع على حسب. تمام، وبيحطوا برضو الحاجات دي كلها في اطباق كده وجبات، وبيحطوها على السفرة مع لسان العصفور وشوية شيبسي شوية سلطات كده. وبيعدي اليوم ده بيتعشوا، الناس بتتعشى، وبعد كده تاني يوم بيحطوا بقى اللحمة ولسان العصفور بقى والحلويات والحاجات اللي هم عاملينها كلها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.